الأكبر في صفوف المسلمين. وليس هذا فحسب، بل في جانب الشريعة غيره. ومما يبين ذلك أن الأزهر الشريف ظل حقبة من الزمان يدرس في مناهجه أن ختان الإناث من السنة، ثم يخرج علينا خبيث في هذا الزمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الريبضة. قالوا: من الريبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة.